صباح الخير. القاعدة اللي هنشرحها مع بعض النهاردة هتكون الفرق بين استخدامنا ل will و verb to be مضاف ل going to في التعبير عن المستقبل. في أوجه تشابه يا ولاد بين will و verb to be مضاف ل going to لازم نكون عارفينها في الأول. الاتنين بيجي بعدهم verb في الانفينيتيف فورم، يعني فعل في المصدر بدون إضافة أي نهايات. طيب إيه أوجه الاختلاف؟ أوجه الاختلاف إن أنا بستخدم كل واحدة في التعبير عن المستقبل بشكل مختلف. نبدأ واحدة واحدة ونفهم هي بتتكلم عن إيه. أول حاجة هندرسها هي will مضاف إليها الverb في المصدر. بنستخدمها لما نكون بنتكلم عن حقيقة، توقع بدون دليل، قرار لحظي بدون تفكير. تاني مرة، حقيقة، توقع بدون دليل، قرار لحظي بدون تفكير. يعني أنا مش ماسك دليل في إيديا أو متأكد من حاجة، إذا أنا بختار will. وكمان طبعا أي حقيقة بتحصل قدامي بعبر عنها ب will. fact يعني حقائق، prediction يعني توقعات. التوقعات دي بتكون توقعات شخصية، أو instant decision يعني قرارات لحظية. ناخد الأمثلة عشان نفهم. أما يجي يقول لي على سبيل المثال the sun will rise at 6 a.m. الشمس هتشرق الساعة 6. دي حقيقة كونية أنا لا أتدخل فيها، إذا بختار لها will. زي ما يقول لي برضو يا ولاد the train will arrive at 6 p.m. القطر هيوصل الساعة 6. ده جدول قطارات أنا مليش دعوة بيه، مش متدخلة فيه. إذا فدي حقيقة أنا عرفتها أما دخلت المحطة وسألت القطر هيوصل إمتى، قال لي هيوصل الساعة كذا. إذا فبختار لها will. تاني جملة قال لي I think it will rain. أنا أعتقد إن الدنيا هتمطر. طيب هل شفت دليل في إيديك؟ شفت حاجة في السماء؟ لا، ما شفتش، ما فيش في الجملة. إذا هختار will بما إن ما فيش دليل. وكمان يا ولاد كلمة think معناها ده رأيي الشخصي، إذا فده توقع بدون دليل وبختار لها will. تالت جملة I will call my friend. أنا هتصل بصديقي. جه على بالي فأنا قررت قرار لحظي بدون تفكير إن أنا أرفع سماعة التليفون وأكلمه، إذا بختار will. يبقى أنا إمتى بختار will؟ حقيقة، أي حقائق أنا مش متدخل فيها إذا بتاخد will. أي توقعات بدون دليل أو قرارات بدون تفكير أو حاجة حصلت في وقتها على طول فأنا بختار لها will. طيب إمتى بقى بستخدم going to؟ going to العكس. لازم يكون عندي قرار أو نية أو خطة مسبقة. ممكن يديني كلمات في الجملة أنا أفهم منها إن أنا هختار going to في الجملة، زي ما يقول لي decide يقرر، أو intend ينوي، أو plan يعني يخطط. نجرب نشوف أمثلة. أما يقول لي I am going to meet my friend tomorrow. أنا هقابل صديقي بكرة. فأنا نويت أو قررت وفي ترتيب سابق وأنا لسه هقابله بكرة، إذا فبختار verb to be مضاف له going to. في الجملة الأولانية am اللي هو verb to be جه بعده going to وmeet جت في المصدر. تاني جملة تعالوا نقراها مع بعض. I am going to study tonight. أنا قاعد مع أصحابي وبتكلم وبقول لهم أنا هذاكر بالليل. فأنا نويت أو قررت قبل كده وكان عندي متسع من الوقت أهو أنا بفكر. فأختار will ولا going to؟ لا، بختار verb to be مضاف له going to. وتبقى الجملة برضو am جت مع I am و going to وجت بعدها study في المصدر. تالت مثال كلمة look at the clouds it's going to rain. look at the clouds it's going to rain. في دليل في الجملة؟ أيوة في دليل. كلمة look أنا بقول لك حاجة أنت تشوفها. أخدنا وإحنا بنشرح part 2 من المضارع المستمر قلنا عليها anything you can hear or see. أي شيء تقدر تشوفه أو تسمعه بستخدم له going to. فبالتالي look عندي جت دليل. طيب إيه الخلاصة بقى بعد الشرح الكتير ده كله؟ لو جات لي جملة أقدر أميز بين will و going to إزاي؟ الخلاصة إن will بخلاف إن أنا بستخدمها مع الحقائق إلى إن مفيش خطة، مفيش ترتيب، مفيش دليل. will مفيش خطة، مفيش ترتيب، مفيش دليل. طيب going to لا، لازم خطة، لازم ترتيب، لازم دليل. مرة كمان will مفيش خطة، مفيش ترتيب، مفيش دليل. لكن going to لازم خطة وترتيب ودليل. ناخد أمثلة نبدأ نطبق بيها. أول مثال جه عندي بيقول لي I think it not rain tomorrow. I think not rain tomorrow. في البداية نمسك الجملة واحدة واحدة ونشوف كلمات بيديها لي صغيرة جدا هي اللي بتعرفني الإجابة الصح. أول حاجة لقيت كلمة think وده معناها رأي شخصي. طيب هل في دليل في الجملة بيقول لي إن الدنيا هتمطر بكرة؟ أنا مش شايفة. طيب يا ترى هل هختار will اللي معناها مفيش دليل ولا going to اللي لازم دليل؟ طبيعي إن أنا بختار will، وبالتالي بيكون إجابة الجملة I think it will rain tomorrow، لأن أنا ما عنديش دليل يقول لي إن الدنيا هتمطر بكرة،
ونتنقل على السؤال التاني. Look at the clouds, it not rain tomorrow. Look at the clouds, it not rain tomorrow. في كلمة هنا تحسسني أو تديني هنت هختار إيه؟ أيوة الحقيقة أنا عندي كلمة جميلة look دليل، حاجة أنا شفتها بعيني، وبالتالي لأني شفت السحاب فأنا متأكد إن الدنيا هتمطر. إذا أختار will مفيش دليل ولا going اللي لازم دليل؟ بالفعل هي بتبقى is going to، وبتبقى إجابة الجملة look at the clouds it is going to rain tomorrow. كده أتمنى تكونوا فهمت الجزء ده. الأسئلة الجاية صعبة وتريكي شوية، يلا بينا نبدأ. السؤال بيقول the phone is ringing now. I not answer it. The phone is ringing now. التليفون بيرن دلوقتي. I not answer it. في البداية يا ولاد واحنا بنحل الجمل دي غالبا حتى اما تجيلي الجملة فيها مقاطع ركزوا فيه كوما بعد ناو، فأنا همسك كل جملة لوحدها عشان أعرف أحل الجملة. هل في هنا كلمة هتفهمني حاجة معينة؟ قال لي أيوة. ناو دي معناها دلوقتي، حاجة حصلت حالا. يعني إيه حصلت حالا؟ حصلت حالا يعني حاجة لحظية بدون تفكير. تليفون، أنا داخل الأوضة فالتليفون رن قدامي، أنا هعمل إيه؟ نيجي على الجملة التانية I answer it. I not answer it. هل أنا خدت وقت وعملت خطة عشان أروح أرد على التليفون، ولا أنا أول ما التليفون رن فأنا أوتوماتيكلي رحت رفعت سماعة التليفون وجاوبت؟ في خطة ولا مفيش خطة؟ طبعا مفيش خطة، وأنا بعتبر ده قرار لحظي، وبالتالي بتكون الإجابة الصح هي will، وبتكون الإجابة the phone is ringing now I will answer it. نتنقل على السؤال الأكثر صعوبة واحدة واحدة وهنحله مع بعض. I think the phone will ring at 8 p.m. تاني I think the phone will ring at 8 p.m. I not answer it. تاني I think the phone will ring at 8 p.m. I not answer it. يا ترى الإجابة هي will ولا am going to؟ نمسك جملة كده ونفصصها ونفهم حلها ازاي. الجملة الأولانية اللي قبل الكوما الفاصلة قالت I think the phone will ring at 8 p.m. الجملة دي لو انتوا خدتوا بالكم في بدايتها بتبدأ بthink، اعتقاد شخصي، وعشان كده أنا اخترت لها بعد كده كلمة will، وبالتالي هي I think the phone will ring at 8 p.m. وأنا ما عنديش دليل عن الكلام ده. محدش يقول لي think في الجملة الأولانية فيروح يختار لي تحت في الإجابة will. قسم الجمل بتاعك، طالما في كوما اعمل أقواس وافهم انت بتتكلم عن ايه. فالجملة الأولانية هو اختار I think the phone will ring at 8 p.m. لقيت think اخترت will. هو حاسس ان التليفون هيرن الساعة 8. طيب يا جماعة التليفون لو رن الساعة 8 أنا هعمل ايه؟ تمام؟ هل أنا نويت إن لو التليفون رن أنا أرد على التليفون ولا ما كانش فيه نية؟ لا الحقيقة إنه كان فيه نية إن أنا أرد على التليفون. فالجملة هنا والإجابة هتكون I am going to answer it، وتبقى الإجابة من الأول I know the phone will ring at 8 p.m. I am going to answer it. كده يبقى خلصنا شرح القاعدة دي النهاردة. أتمنى تكونوا فهمتوا. لمتابعة مزيد من الفيديوز أتمنى تتابعونا على القناة بتاعتنا. شكرا ليكم، باي باي.